احنا بقى مش هنعمل مقاطعة للسمك ونروح نجيب اللحمة ب 400 جنيه و 350 جنيه. هنعمل بقى أكلاتنا الحلوة الجميلة اللي كلنا عارفينها كده طبعا بتاعت زمان. هنعمل مع بعض العدس بجبن. مين بقى ما بيحبهوش؟ حاجة كده ما شاء الله هخليكم كلكم تحبوها. سهل وجميل وبطريقة بسيطة قوي قوي. هنجيب العدس هننقعه كده حوالي 10 دقايق بس. هغسله كويس وهنقعه كده. وبعد كده بقى هحطه يتسلق. وهعمل بقى الصلصة بتاعته الجميلة بقى اللي انا هعمله فيها. هجيب ايه واحدة توم كده، راس توم سليمة. وهفرمها كويس قوي. هاخد نصها في الحلة بتاعتي اللي انا هعمله فيها. والنص التاني بقى هقطع معاه فلفل كوبي كده احمر، فلفل رومي احمر لو انت حابة. وهحط معاه برضو قرنين فلفل حامين كمان. وهضربهم في الكبة، دول هحتاجهم بقى في الاخر هقولك هتعملي بيهم ايه. هبدأ بقى كده التوم اللي انا اخدته اللي هو النص اللي في الاول ده. هبدأ كده اديله لون اصفر بس. تمام، ياخد لون كده وهنزل بقى عليه كده بعصير طماطم. انا معايا عملت ربع كيلو عدس. نزلت عليه بحوالي كده نص كيلو طماطم بالظبط. تمام، هنزل بقى كده بمعلقه كمون صغيره. ومعلقه كزبره ناشفه ومعلقه ملح برضو. واقلب بقى كل الحاجات دي واسيبها كده تتسبك معايا. وبعد كده بقى هنزل عليها ايه، يعني مش هتتسبك قوي، هتغلي بس كده كام غلوه. وهنزل عليها بقى كده بالعدس المسلوق بتاعي، انا سلقته طبعا 3/4 تسويه. 3/4 تسويه. هنزل بقى بالعدس بتاعي واسيبه بقى برضو على النار. هكون بقى بعمل الطشه بتاعتي طبعا اللي انا كنت حاجات اللي انا كنت حاطاها في الكبه. فرمتها كويس اللي هو الثوم والفلفل الحامي. والفلفل الاحمر. هنزل بقى فيها عليها كده بقى بعد ما تحمرها بقى في معلقه سمنه حلوه كده. هنزل بقى بالطشه الجميله دي، مش قادره اقول لك ريحتها بقى فظيعه، بتودي بقى العدس في مكان تاني خالص خالص خالص. هغطي عليها بقى واسيبها حوالي كده ايه 3 4 دقايق. وبعد كده خلاص هيطلع بقى بالشكل القمر والطعم الخطير بقى، جربوه هيعجبكم قوي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. سلام عليكم.